طفلك بيعضك وهو بيرضع، 3 علامات لو شفتيهم اعرفي ان العضة جاية. 1 ان هو بيشد على الصدر وما بيرضعش بطريقة نشطة. 2 بيبصلك كده بصة خبيثة وبيبتسم ابتسامة انت عارفة ان بعدها هيحصل حاجة. 3 ودي اكبر علامة ان هو فقد التركيز وبدأ يلعب. طب هو بيعض ليه اصلا؟ في 3 اسباب اساسية. اول واكبر واحد ان هو بيسنن واللثة بتاعته ملتهبة جدا. تاني سبب ان هو شبع وبدأ يلعب. تالت سبب ان هو محتاج تواصل اكتر وحس ان هو فقد الكونكشن اللي ما بينه وما بينك. طب وايه الحل؟ وقت الرضاعة عايزين ان احنا نركز معاه ونسيب التليفون خالص ويكون في كونكشن ما بيننا وما بينه. لو بيسنن نديله عضاضة قبل او بعد الرضاعة عشان خاطر نهون عليه الالم اللي هو بيمر بيه. ونخلي بالنا على نهاية الرضاعة لما يشبع ويبدأ يلعب. والاهم من كل دوت ان احنا ما نستناش ان العضه تحصل وبعد كده نعمل رياكشن كبير. ان الطفل ما بيتعلمش ولا بالالم ولا بالخوف، هو بيتعلم كويس لما مخه بيقدر يربط الفعل برد الفعل، وده اللي العلماء بيسموه كلاسيكال كونديشنينج او نظريه الربط الشرطي. العض وقت الرضاعه مش مشكله محتاجين ان احنا نحلها، العض وقت الرضاعه هي رساله محتاجين نفهمها. الرساله دي كل ما فهمناها بدري هنتوجع اقل وهنقرب من طفلنا اكتر. اكتبوا لي في الكومنتس ايه العلامات اللي بتظهر على طفلكم قبل ما يعض، وابعتوا الفيديو ده لام طفلها لسه صغير ومحتاجه تسمع الكلام ده.